يا أهلا ومرحبا بيكم في الحلقة السادسة من رحلة سؤال. النهاردة أنا هتكلم عن حاجة مختلفة عن كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. النهاردة أنا هبدأ في حاجة ليها علاقة بالشادو وورك، وهو من أهم الحاجات اللي انت المفروض تعملها في حياتك. لو ما عملتهاش قبل كده وده أول مرة تسمع المصطلح ده، فلازم تدور عليه لحد لما تفهم ايه هو الشادو وورك وقد ايه هو مهم عشان تغير حياتك أو عشان تنقل نفسك من العيشة في النار والتأنيب الضمير والألم لانك تعيش في الدرجة بتاعة التناغم والحب والسلام، وكل الفريكونسي الحلوة اللي هي اقرب للسورس او اقرب للفريكونسي بتاعة الخلق. عشان طول ما قربت للفريكونسي بتاعة الخلق كل ما قدرت تغير الحياة بتاعتك، وكل ما بعدت عن الفريكونسي بتاعة الخلق كل ما حياتك بقت تعيسة وسلبية. وهو ده اصلا اللي كان كل الاديان بتتكلم عنه، فكرة الجنة والنار وازاي تحول حياتك من النار للجنة. فلسفة الجنة والنار مش بس مجرد فلسفة عن حياة بعد ما نموت. الجنة والنار موجودة هنا. ولو خدت بالك في حياتك قبل كده هتلاقي انه اكبر عقاب ممكن تعاقب بيه حد مش ان انت تأذيه جسديا. اكبر عقاب ممكن تعاقب بيه اي حد في الدنيا هو ان انت تأذيه نفسيا، لانه الاذى النفسي اكبر بكتير من الاذى الجسدي. وفي ابحاث كتير قوي اتعملت عن الموضوع، لو انت مش مصدق ممكن تروح تدور بنفسك. في ناس بيتم اعدامهم بس بان هم بيقولوا لهم ان احنا بنعدمكم. العقل بيأثر على الجسم، العقل ليه الاوفر رايت على الجسم بكتير. فانا لو اقنعتك ان انت في جسمك في سم وهيموتك، انت فعلا هتموت، وهتموت بكل الاجراءات بتاعه السم. انا لو اقنعتك ان انت جسمك دلوقتي فيه سم وان هو هيموتك وانت اقتنعت فعلا، او انت كان عندك شك، لا انت كان عندك يقين ان في فعلا سم في جسمك، انت جسمك هيأكت على انه في سم فعلا وهيموت. وده اكبر مثال على ان الخيال او العقل هو اللي بيتحكم في الجسد. وطالما عقلك بيتحكم في جسدك فلازم تاخد بالك قوي من ان عقلك ده او الحاجه المتحكمه دي هي اللي تقدر تخلق الحياه اللي انت عايشها، وهي اللي تقدر تخليك فعلا تحس بالنعيم والجنه، او تخليك تحس بالنار. ليه انا اصلا بقول الكلام ده وليه انا بحكي الحكايه دي قبل ما ادخل في سؤال الحلقه؟ سؤال الحلقه النهارده هو ليه احنا بنغضب، والغضب جاي يقول لنا ايه؟ ليه انت بتغضب والغضب جاي يقول لك ايه؟ ده كان اهم سؤال. انا قعدت سنين بصراحه اساله، لان انا شخص ما بيغضبش خالص. انا شخص هادي جدا. بعدين مع الوقت اكتشفت ان انا مش هاديه ولا حاجه، انا غضبي غضب داخلي. ولما بغضب انا جسمي ياخد الغضب ويحوله لألم داخلي بشكل او باخر. فانا بان من بره ان انا هاديه جدا، وده اللي انا كبرت طول عمري مفكره ان انا شخص هادي، ان انا شخص كالم وكده. بس بعد كده اكتشفت ان انا شخص عصبي جدا، بس عصبيتي ما بتطلعش لاني عندي سيلف كنترول قوي. وعشان للاسف اعالج العصبيه دي اكتشفت ان انا محتاجه ادخل سو ديب. وهو ده اللي انا عايزاكم تعملوه النهارده، ان انتوا تستوعبوا انه العصبيه دي نعمه من عند ربنا، وان دي حاجه بجد كويسه جدا. وان انت لما تغضب الغضب ده جاي يقولك حاجه. الغضب جاي يقولك ايه؟ قبل ما اقولك الغضب جاي يقولك ايه، انا عايزه بس اقولك مثال بسيط قوي، وهو ان انت لو ايديك مجروحه وفي اي حد في الدنيا جه يمسك ايدك جامد، اول حاجه هتعملها هو انك هتغضب وهتشد ايدك بسرعه. ولما تشد ايدك بسرعه بتغضب، هتلاقي نفسك على طول خدت اكشن قوي جدا. يعني سحبه الايد حتى بتبقى بعنف. فالغضب بيجي معاه العنف، بيجي معاه الرغبه في الحمايه، لانه ده بروتكشن. وده الطبيعي. لو اي حد جه يتعدى على حدودك الشخصيه تلاقي نفسك غضبت. اي حد بيجي يأذيك انت بتغضب. بس في احيانا التصرفات العاديه ممكن كمان هي كمان تغضبك، وهنا بيبقى انت عندك مشكلة او حاجة انت محتاج تعالجها. عشان كده الغضب واخد اكبر من الحيز بتاعه، لانه محدش يقدر يسيطر عليه. وفي ناس لما بتغضب بتأذي نفسها وبتأذي اللي حواليها، والغضب بيبقى cannot be controlled. فلو انت عندك اي حاجة من الحاجات دي او عندك غضب دفين، فانت محتاج تعرف ان الحل في الغضب ده، او الحل لمشكلة الغضب ده هو ان انت تعرف ايه المسبب، وتفهم انه الغضب ده عامل زي تريجر، عبارة عن مجرد جرس انذار بيقولك خلي بالك احنا عندنا وجع داخلي.
فاللي عايزة أقوله إنه الغضب جاي عشان يقول لك حاجة مهمة، الغضب جاي يحميك، جاي يقول لك إنه خلّي بالك إحنا مجروحين، إحنا عندنا ألم داخلي، أرجوك وقّف شوية، بُص على الألم اللي عندنا، حاول تحلّه، لإن أنت لو ما حلّيتش الوجع اللي داخلي ده، أنت هتفضل متألم. فكأنه الغضب بيقول لك خلّي بالك في حاجة بتوجع، في حاجة فيها مشكلة، أرجوك صلّحني، أرجوك ساعدني إني أتخلّص من الألم اللي عندي. فالغضب هو عبارة عن المؤشر الخارجي للآلام والجروح الداخلية. فلو بصيت للغضب بالطريقة دي هتبتدي تفكر بشكل مختلف عن الغضب، وبدل ما انت تدخل في مرحلة معاداة بينك وما بين الغضب وتفضل زعلان ان انت بتغضب او بتحاول تسيطر على نفسك، حول كل الاتنشن وكل الافكار دي لانك تعرف هو الغضب ده لمس إيه، يعني إيه الحدث اللي حصل خلّاك تغضب، والغضب ده لمس ألم عامل إزاي، وحاول ترجع بالذكريات القديمة لأول مصدر للألم. يعني على سبيل المثال ممكن لو في حد مثلًا قال لي شعرِك وِحِش، على سبيل المثال يعني، وأنا غضبت، فمعنى كده إنه الغضب ده جاي من ألم داخلي. لو قعدت أفكّر ما بيني وما بين نفسي هالاقي إن أنا وأنا صغيرة في حد مرّة قال لي أنتِ شعرِك وِحِش جدًا، فأنا لمّا حد قال لي إنه شعرِك وِحِش ده وجعني وأنا صغيرة، ما عرفتش أدافع عن نفسي، ما عرفتش أقول له، ما عرفتش أرُد عليه. فبالتالي لمّا كبرت بقى أي حد يتكلم حتى لو من بعيد عن الشعر أنا هاحس إن أنا غضبانة، والغضب ده بيتحول لألم لإنه هو حرفيًا كإنه داس على الألم القديم اللي جوايا اللي كان بيقول إن أنا شعري وِحِش أو إن أنا عندي العيب الفلاني أو أنا فيّا المشكلة الفلانية. فكل الغضب اللي في حياتنا هو ما هو إلا عبارة عن حرفيًا trigger محفز بيفكرك بوجع قديم، زي بالضبط الإنسان لمّا يكون مجروح وحد ييجي يمسك الجرح بتاعه، فأول حاجة بيعملها إن أنا هازعّق للي مسك إيدي، اللي هو ما تمسكش إيدي، أنا إيدي مجروحة خلّي بالك. ده اللي بالضبط إحنا بنعمله، بس للأسف الجروح النفسية مش متشافة، الجروح النفسية بتبقى جوانا. فلو عايز تعرف مستوى السلام النفسي اللي جواك، بتقيس مستوى الغضب، لإنه كل ما كان عندك غضب، كل ما كان عندك ألم داخلي أكبر بكتير من ما أنت شايف أو من ما أنت مستوعب. كل لحظة بتغضب فيها هي عبارة عن لحظة أنت بتفتكر فيها وجع قديم، لإنه في حد جه داس حتى لو من بعيد، حتى لو ما كانش يقصد، داس على جرح جواك أو تعدّى حدوده شخصية معاك، وهنا أنت لازم مثلًا تُقف وتقول له لأ دي حدودي ما تعدّيهاش عشان تحمي نفسك. فالغضب جاي بس عشان بس يحدد الحتّة دي، والغضب اللي عمّال على بطّال معناها إن أنا شخص متألم. وفي ناس كتير للأسف ما بتبقاش واعية، أنا منهم، إن أنا أبقى عارفة إنه الحاجة دي سببت لي غضب، لإن أنا دايمًا مشاعري داخلية وغضبي داخلي. بس بعد مراحل وعي كتير وبعد ما عملت healing كتير اكتشفت إن الألم كان لسه موجود، وكان الغضب كان لسه موجود، بس كل الفرق إن أنا ما كنتش واعية له. أول ما بدأت أركّز عليه بدأت أوعى له once إن أنا وعيت له، بعد كده خلاص أنا استوعبت أنا غضبانة ليه، استوعبت الغضب ده جاي منين. هادّيكم برضه مثال تاني من الحاجات أو أغلب الناس اللي بيحسّوا بالغضب اتجاهها، إنه مثلًا حد ما يسمعش كلامه. لو أنا قُلت حاجة معيّنة أو طلبت order أو طلبت حاجة والحاجة دي ما اتنفّذتش، أنا باحس إن أنا غير مستحقة للاحترام وغير مستحقة للطاعة، وده معناه إن أنا شخص سيء أو إن أنا شخص دوني. ولو فكّرت ما بيني وما بين نَفْسي مثلًا إن هو أنا ليه باغضب وباتعصّب لمّا حد ما يسمعش كلامي، وبعدين باكتشف إن أنا من جوّايا كان في وجع قديم بيقول إن أنا ضعيفة، وإن أنا مش قوية كفاية عشان الناس تسمع كلامي، إن أنا مش كويسة كفاية عشان الناس مثلًا تحترمني وتقدّرني. فبالتالي أي حد ما بيسمعش كلامي أو ما بيسمعش الحاجة اللي أنا باقولها عليها، هو كإنه حرفيًا بيقول لي أنتِ شخص سيء أو أنتِ شخص غير محترم أو أيًا يكن المشكلة اللي حصلت. وهتلاقي دايمًا إن المشكلة دي راجعة لحاجة حصلت في الطفولة أو ألم حصل قديم جدًا، ممكن يكون كمان ألم حصل من past life، من حياة سابقة. بس الحاجات دي كلّها هتعرفوها واحدة بواحدة لمّا تبتدوا تلاحظوا أول حاجة، تلاحظ الtrigger، يعني تفضل طول اليوم ورقة وقلم أو أي حاجة وتكتب طول اليوم إيه الحاجات اللي بتخلّيك غضبان. لإنه مشاعر الغضب معناها إنه في ألم مكبوت، وطالما في ألم مكبوت ما فيش حد متألم في الدنيا يقدر يحس بسعادة، ما فيش حد متألم في الدنيا يقدر يحس
بامتنان. يعني حتى مهما حاولت هتلاقي نفسك بتبقى سعيد لحظات، بتبقى ممتن لحظات وترجع تاني لمرحلة الألم، لأنه الألم لسه موجود جوه جسدك الحالي، والجسم البشري بيشيل المشاعر وبيشيل الألم، وأي ألم تعرضت له في حياتك جسمك بيحفظه، وهو ده أصلا بعد كده اللي بيتحول لأمراض مزمنة وبتحول لأمراض كتيرة. وللأسف أغلب الناس اللي عندهم الغضب الداخلي ده موجود هم أكتر ناس عندهم مشاكل في المقاومة. هتلاقي عندهم مشاكل مثلا في البداية في مقاومة أنسولين، بعد كده ممكن يكون عندهم مشاكل مناعية. والأمراض دي كلها بتيجي بسبب إنه هم جواهم في غضب وفي ألم مكبوت مش عايز يطلع، في الجسم بيبتدي يعادي نفسه. فلما الجسم انت يعني كأنك انت بتعادي نفسك انك مش عايز تطلع حاجة بتكبتها، فبالتالي الجسد بيستقبل الطاقة دي ويعمل على أساسها نفس البروسيس الداخلية، فيبتدي ويخلق المشاكل والأمراض اللي احنا بنقعد سنين نحاول نعالجها ونحاول نحلها ونحاول نروح لدكاترة ونحاول ونحاول ونحاول. بس فالحل أبسط من كده بكتير. كل اللي انت محتاجه هو ان انت تبتدي تلاحظ امتى التريجر بيجي، امتى انا بغضب، لانه الغضب هو المفتاح. حرفيا هو المفتاح بتاع كل العلاج النفسي اللي انت ممكن تعمله مع نفسك. كل الشادو وورك اللي في الدنيا بيبتدي بالتريجر، لانه من غير تريجر انت عمرك ما هتعرف ان انت عندك مشكله. يعني انا حرفيا من غير ما جسمي يوجعني انا عمري ما هعرف ان انا جسمي فيه مشكله. انا لازم جسمي يوجعني عشان اعرف انه فيه مشكله، او جسمي ميبقاش بيفانكشن ما بيشتغلش معايا ما بيساعدنيش، فانا هعرف ان جسمي فيه مشكله. لو جسمي يتألم في اي لحظه ده معناها انه بيقول لي انه خلي بالك بصيلي. نفس الحكايه السيكولوجي بتاعتنا او النفس او الايجو، او ممكن تسموه العقل، ممكن تسموه اي اسم انتوا حابينه. المهم انه النفس دي متألمة، وطول ما النفس دي والايجو متألم طول ما هو هيمنعك ان انت تمانيفاست ان انت تخلق حياة كويسة، وهيمنعك كمان انك تكون سعيد. وللأسف انه احنا بنخلق الحاجة اللي احنا بنحس بيها. فلو انا حاسة بألم، حتى لو انا مش واعية ان في ألم، بس انا حاسة بألم، حاسة بسترس، حاسة بخوف، هجذب لحياتي المواقف والشخصيات اللي هتخليني احس بنفس الشعور، وهفضل طول الوقت انا كمان جوايا خايفة، وكأني بمانيفست الخوف، وكأني بريبيت الافعال اللي بتحصل لي تاني وتالت ورابع، وبفضل الف في نفس الدوائر لحد لما يجي الغضب ويقول لي خلي بالك يا آية هنا في مشكلة، خلي بالك يا آية احنا هنا متألمين، هنا احنا حصل معانا موقف مؤلم، ساعدينا ان احنا نتخطاه. بس وفي الاخر كده انا كنت عايزة اقول لكم انه خلي بالك، لانه الغضب ده حاجة نعمة جميلة بجد، ومن غير الغضب انا عمري ما كنت هوصل لسلام، وعمري ما كنت هعرف ان انا عندي مشكلة في اي جانب من جوانب حياتي، وعمري ما كنت هاخد بالي انه انا عندي جرح قديم، لانه للاسف الجروح النفسية بتبقى دايما مستخبية جوه قوي ديب، ما بتبقاش باينه لينا، وما بنبقاش عارفين سببها، مش فاكرين السبب بتاعها. يعني اي حد في الدنيا يقول لي انا مش فاكر الترومات، انا مش فاكر الالم اللي حصل لي، انا مش فاكر الموقف اللي حصل وخلاني اعمل ده، بس الفكره ان انت هتلاقي ان الغضب دايما 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 جاي يقول لك انه هنا في وجع، هنا في الم، هنا خلي بالك، هنا في حاجه مهمه قوي انت محتاج تبص عليها، دور عليها، دور على الحاجه اللي ورا الحاجه دي. لو انا غضبت من انه حد زي ما قلت لكم مثلا بيقول لي جسمك وحش او شكلك وحش او whatever الكلمه اللي اتقالت، يعني حتى عندنا في مصر مثل حلو قوي بيقول لك اللي على راسه بطحه. يعني ايه على راسه بطحه؟ يعني انا لو متألمه من حاجه قديمه، اي حد هيجي يجيب سيرتها حتى لو هو ما يقصدنيش انا هحس ان هو بيوجعني، لانه حرفيا هو بيدوس على الوجع اللي اوريدي موجود جوايا. ولما هو بيدوس على وجع اوريدي موجود جوايا انا باخد حيز دفاعي، وببتدي اعادي الدنيا كلها، واحس ان انا في مرحله حرب، وان انا محتاجه طول الوقت ان انا ادافع عن نفسي، ان انا محتاجه طول الوقت ابقى بدور على السلام، لان كل الناس بتعاديني، كل الناس بتكرهني، كل الناس ما بتحبنيش، وكل دي برضو ووند، كلها جروح محتاجه تتشافى، لان احنا اتولدنا احرار، اتولدنا على الفطره، والفطره هي الاساس. لو شفت اي طفل في الدنيا قلت له شعرك منكوش مش هيحس ان هو زعلان. لو جبت اي طفل في الدنيا قلت له انت كلامك مش مسموع مش هيتضايق ان هو كلامه مش مسموع. لو جبت اي طفل في الدنيا قلت له اي حاجه تقل الكبار هتلاقي ان هو عادي بالنسبه له، مش فارق معاه. بس انت لو اديت له شعور ان انت بتهزقه، او اديت له شعور ان انت بتقلل منه، او اديت له شعور نيجاتيف، هيبتدي هو كمان ياخد الشعور النيجاتيف ده. بس طول ما هو مش فاهم
طول ما هو مش هيتأذى ولا الإيجو بتاعه هيتأذي، لأنه الإيجو بتاعه لسه ما اتعملش. فإحنا كل اللي إحنا بنعمله ده هو إن إحنا بنحاول نصلّح الإيجو، ودي اللي هي الself image. وللأسف الself image دي أو النظرة الشخصية لنفسك لو ما اتصلحتش بتعمل destruction، بتعمل دمار ومشاكل كبيرة أوي في بقية الحاجات اللي أنت معمول منها، اللي أنا شرحتها قبل كده في الفيديو القديم. بتبوظ حرفيًا كل حاجة. فخلّي بالك إنه الغضب جاي يقول لك حاجة، اسمعه وامشي وراه. اكتبوا كتير، سجلوا حتى فيديوز. انا اتعودت ان انا اسجل فيديوز زمان وانا صغيره، بتكلم فيها عن التريجرز بتاعتي وعن الالم، وكانه حاجه حيز امان ان انا اتكلم مع نفسي واشوف انا الالم بتاعي ده كان جاي منين ووصل لحد فين. ومش عيب ان احنا نكون متألمين، مش عيب ان احنا نكون غضبانين، هو العيب ان احنا نكون بنحاول ننكر ده، او بنحاول ان احنا ما نشوفوش، او بنحاول ان احنا نقول عادي ما كل الناس كده. لأنه صدقوني لو انتوا عايزين فعلا توصلوا للتنوير والسلام والراحة النفسية، انتوا محتاجين تصلحوا الألم والكسور والجروح اللي موجودة جوه النفس. لأنه للأسف طول ما الجروح دي موجودة، طول ما انتوا هتمنعوا الروح من ان هي تكون موجودة بالطريقة اللي موجودة عليها. عشان كده الأطفال لو خدت بالكم هتلاقوا ان الأطفال بيضحكوا من قلبهم، سعداء من قلبهم، هما بيستكشفوا الحياة، بيستكشفوها بكل البراءة، بكل السعادة اللي في الدنيا. انتوا كمان في يوم من الايام كنتوا الشخصيه دي لحد لما حصل الدستركشن وحصل الدمار وحصل الالم وحصل الحاجات دي كلها. الحاجات دي مش وحشه، لان هي اللي بتبني الشخصيه بتاعتنا وبتبني البرسونا، ومن غيرها احنا مش هنكون ما احنا عليه. كنا هنكون نسخ زي بعضنا، ما كانش هيبقى فيه اصلا دروس تعليميه في الحياه. فلازم يبقى فيه مشاكل عشان نتعلم، وده سنه الحياه وده الطبيعي، وده اللي احنا اصلا اخترناه قبل ما نيجي الحياه. احنا عارفين مختارين كل حاجه، بتختار اهلك، بتختار مشاكلك، بتختار كل الحاجات اللي هتواجهها وهتعاني فيها. فانت اخترت كل ده بنفسك، لانه انت اخترت الدروس اللي هتيجي من وراها. فطول ما انت واقف في حتة ان انت متألم، انت لسه ما اتعلمتش الدرس. اول ما بتعدي مرحلة التألم، اول ما يتشافى الجرح، عظمك بيرجع اقوى من الاول. يعني هو فعلا الجروح عاملة زي العظم، لو العظمة لما بتتكسر لو ما اتضمدتش ورجعت في مكانها واتصلحت، هتفضل طول الوقت عاملة لك اعاقة في حياتك. ولو اتصلحت كويس واتشافت بشكل سليم، هتبقى اقوى مليون مرة من العظمة العادية اللي ما اتكسرتش. فهي دي الفكرة، ان احنا كمان في الحياة نفس الحكاية. كل ما بنتأذي او بيحصل لنا حاجات سيئة، كل ما بنتعلم عشان نكون احسن، وعشان نعدي ونتعلم اللي بعده. ولكن طول ما احنا ما تعلمناش، الجروح دي بتفضل موجودة وبتفضل مسببة لنا اعاقات كبيرة جدا فوق ما انتم متخيلين. طبعا الحاجات دي مش هتشوفوها غير لما تبتدوا تعملوا تمارين الشادو وورك اللي انا هنزلها في الفيديو الجاي، او لو عايزين تدوروا عليها على الانترنت ممكن تلاقوها في كل مكان. بس هي دي الفكرة اللي كنت عايزة انبهكم عليها. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه انا هنزل الشادو وورك، وازاي تعملوا تمارين الشادو وورك، وازاي بقى لما تكتشف الوجع الداخلي ده او تكتشف سببه ازاي بقى تحله. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، تكتبوا لي في الكومنتس لو في اي سؤال عندكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد. اتمنى لكم كل الحب والسلامه الداخليه اللي في الدنيا. باي.